جالي سؤال من المتابعين وقال لي إن أنا عندي بيانات والبيانات دي بتاعة طلبة وعندي درجات محتاج لما أمسح درجة أي طالب تبدأ الخلية تتلون معايا باللون الأصفر ولما أرجع أكتب البيانات تاني ترجع لوضعها الطبيعي. يعني إيه؟ لو جيت مسحت رقم 50 ده كده هتبص تلاقي الخلية اتلونت أصفر، ولو جيت كتبته مرة تانية الخلية ترجع لوضعها الطبيعي. إزاي تعمل الموضوع ده بكل سهولة؟ أول حاجة هتعملها هتيجي تحدد الرينج بتاع البيانات بتاعك، وبعد كده تعالَ عند home ومن home اختار conditional formatting new rule. بعد كده تعالَ عند آخر اختيار واكتب المعادلة دي ISB blank، وبعد كده هتكتب حرف العمود اللي هو B2 هيبدأ من أول B2 بالشكل ده، وهنقفل القوس بتاعنا B2 اللي هي B ورقم الصف 2. وبعد كده هنيجي عند format وهنختار fill، وبعد كده نختار اللون وليكن اللون الأصفر ونقول له أوكي، أوكي. تعالَ كده امسح أي رقم، هتبُص تلاقي الرقم بقى الخلية بتاعته صفرا، ولو جيت مثلًا مسحت ده كمان نفس الكلام. تعالَ اكتب بقى أي رقم فيه هيرجع لوضعه الطبيعي.